سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. حبيباتي، اليوم جبت لكم موضوع شوية حساس، ونعرف بزاف بنات يعانيوا منه بصمت، واللي هي النحافة الزايدة. هذيك المرحلة وين تشوفي روحك في المرآة وتقولي وش هذا، وعلاه هني ضعيفة لهذه الدرجة، وين راحت خدودي وين راحت كتافي. المهم موضوعنا يحكي على النحافة الزايدة. حبيبتي، هنا نقولك مش عيب تكوني نحيفة، كل واحدة فينا عندها جمالها الخاص، لكن كتولي النحافة تسبب لك تعب، دوخة، وجهك باهت، ملابسك ما يجوش قدك، ما تبانيش مزيانة فيهم. هنا لازم تتدخلي وتعاوني روحك، وانا هنا باش نقولك ما تفشليش، ماشي نهاية العالم، وكاين وصفات طبيعية ترد لك نضارتك وتخليك تسمني بطريقة صحية وأنيقة، بلا دواء، بلا كيماويات، وبلا اضرار جانبية. وهنا جبت لك وصفة طبيعية 100% سهلة ومجربة، مكوناتها متوفرة في كل بيت، وهي ملعقة كبيرة حلبة مطحونة، ملعقة كبيرة سمسم يعني جلجلان، ملعقة عسل حر طبيعي، وكاس حليب دافي يفضل كامل الدسم. وهنا نقولك الطريقة حبيبتي، شوفي تدي في كاس حليب تزيدي له مغرف حلبة، الحلبة حبة لو تشريها حب وقدام عينيك تروحي لهذاك اللي ترحيها عنده. ملعقة جلجلان، ملعقة عسل حر يكون حليب دافي بس المكونات تمتزج مع بعض. حركيهم حبيبتي، خلطيهم مليح، لازم المكونات تمتزج مع بعض ويذوبوا كامل. وتشربي المشروب هذا حبيبتي مرتين في اليوم، صباحا على الريق ومرة قبل ما ترقدي، والنتائج من الأسبوع الثاني راح تبان العلامات، وجهك يولي مورد، خدودك يعمروا، حتى يولي لك كان واسع ليك يولي قدك حبيبتي. وبعد 3 أسابيع راح تديري الخدود بإذن الله. وهنا نجي النقطة اللي تخوف منها بزاف بنات، ما تقولي ليش الحلبة فيها الريحة ولا لا حبيبتي، ما تفشليش على خاطر تقولي الحلبة فيها الريحة. كاين حلول، دوشي يوميا على الاقل بعد شرب الحلبة، الجسم ما يحتفظش بالريحة بزاف كي تنظفيه. وثانيا كاين ستيكات مزيلات العرق معطرات الجسم بزاف، انواع وريحتها تبقى، اختاري اللي تحبيها. وثالثا كاين تحبي زيدي شوية قرفة لهذا المشروب، هنا تروح شوية ريحة الحلبة، يعني باختصار ما عندك حتى عذر باه تبقي نحيفة، ريحتك تبقى زينة، وجسمك يزيد، ووجهك ينور، وراسك يكون مرفوع. ونمدلك نصائح مهمة باش تعاوني جسمك يسمن بطريقة صحية. ما تفوتيش وجبة الفطور ابدا، راهي اهم وجبة في اليوم. وكل البطاطا الحلوة والبنان يعني الموز، الكاوكاو، اللوز، التمر مع الحليب، كلهم يعاونوا الجسم يزيد وزن طبيعي. واهم حاجة اشربي الماء بزاف، على الاقل 2 في النهار. ارقدي بكري، النوم العميق يساعد الجسم يبني خلايا جديدة ويزيد في الكتلة. ومارسي شوية رياضة خفيفة، ماشي باش تنحفي لا، ولكن باش تحركي الشهية وتخلي الجسم يبني عضلات مش دهون فقط. ونقول لك كلمة من قلبي،
أختي الجميلة، النحافة ما تنقصش من قيمتك، لكن إذا كانت مأثرة على صحتك ونفسيتك ما تخليهاش تسيطر عليك. راكي تستاهلي تشوفي نفسك في المرآة وتبتسمي وتقولي أخيرا رجعت كيما راني حابة. مش لازم تكوني كيما فلانة ولا علانة، كوني انتي بنسختك الأجمل، متصالحة مع روحك. وحبيبتي الوصفة هذه مش سحر، راهي تحتاج شوية صبر، لازم يكون عندك الصبر ومداومة. أمني بنفسك، وكل كاس تشربيه ديري في بالك انك تحبي روحك وحابة تبدلي الأحسن، وبانك تغذي في جسمك بكل حب. داكور حبيبتي ويا جميلاتي، ماشي المهم تكونوا سمينات او نحيفات، المهم تكونوا مرتاحات وسعيدات. سمنتك راح تجي بإذن الله خطوة بخطوة. تبعي الوصفة صدقيني ما تندميش، وعن تجربة أنا عن نفسي جربتها ولقيت فيها نتيجة. وشكرا بزاف على دعمكم، على حبكم، على تعليقاتكم اللي تفرح قلبي. وما تنساوش ديروا لي لايك، اشتركوا في القناة باه يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع البنات اللي يعانيوا من النحافة. وخلي دايما بصمتك يا أنثى يا راقية، لأنك بصمة لا تتكرر. وإذا حبيتوا فيديوهات على وصفات طبيعية لزيادة الوزن ولا الأرداف ولا وصفات البشرة للتبييض، اكتبوا لي في التعليقات، أنا عند حسن ظنكم. أي وصفة عندي نمدها لكم وبكل حب. سلام، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.